كنت عايز تقضي وقت لحالك وقفلت تليفونك من غير ما تقول لحد من اهلك وناسك، ها؟ لما اعصابك هدت رجعت، ولا يمكن تكون لسه ما هديتش؟ الحمد لله. انا بقيت زين يا ابوي. ما من عينيك انك ما نعيشش دقيقة واحدة، ولا تكون فرشتك مش مريحاك وعايز ترجع للمكان اللي جيت منه. لا ابدا يا ابوي. انا انت فين يا عود؟ كنت عند جمال العشري، صاحبي من اهل المدرسه. تعمل ايه هناك؟ قضيت وقتك كيف؟ قول لي، انا كمان اعصابي بتتعب واحب اريحها زي ما ريحت اعصابك. انا يا ابوي انا كنت انا اقول لك انت كنت بتعمل ايه بالظبط لما شفت الخاين المدسوس علينا مرعي وبياخد جزاته. اعصابك الرهيفه ما قدرتش تستحمل، لكن الحق عليا انا، كان لازم اديك السلاح بيدك عشان تقتل. ها؟ لو كنت عملت كده كانت اعصابك نشفت. حد على يدك يا ابوي، كفايه كده. بص لهنا يا واد وخليك راجل. قلبك حرقك عليه قوي. ها؟ كنت عايزني اعمل ايه لما كشفت خيانته قدامكم كلكم ولا قدرش ينكرها؟ ها؟ كنت عايزني اعمل ايه؟ اقول له روح شوقي زهران سلم عليه وصولي من هنا وهنا؟ ها؟ كنت عايزني اطبطب عليه واديله جايزه؟ انطق! لا يا ابوي، انا ما قلتش كده. لا، انت قلت اللي اكتر من كده. انت قلت كل اللي عملته يا ابوي ما يسويش حاجه، دست عليا وعلى اهلك وناسك، ويا ريت عشان حاجه تستاهل. يا ابوي انت فاهمني غلط، كل اللي حصل ده كان غصب عني. غصب عنك؟ ده حديث ماسخ ما احبش اسمعه. كنا عايشين في البيت ومعانا مجرم كان ممكن يخلص عليا انا وانت واخواتك، لولا ان انا متاكد ان الدم اللي بيجري في عروقك هو دمي كنت قتلتك. قسما بالله العظيم لو خرجت يا شفيق عن الخط المرسوم لكون عاملها. يا ابويا أنا لما تهد كل اللي عملته في حياتي وعشت عشانه يبقى موتك احسن، فاهم؟ تفضل جنابك. أي أوامر تانية جنابك؟ استنى قدام الباب. أعمل جنابك شاي؟ قلت لك استنى قدام الباب. خلص. اظنك شفتيني قبل كده، ها؟ أنا دلوقتي بس اتأكدت من كل اللي كنت بفكر فيه، مع إني كنت بكدب نفسي، بس الحقيقة بانت. أنت اللي خطفتني وجبتني هنا. برافو عليك. تعرفي عني ايه؟ صاحب المركب اللي كنت بشتغل فيه، وأبو شفيق. كيف عرفت تلف الواد وتوقعيه على جذور رقبته؟ ها؟ انت لعبت لعبه ما انتش قدها يا شاطره. أنا ما غلطتش، أنا اتعرفت على ابنك وحبينا بعض واتجوزنا. يا سلام، بالبساطه دي وتجوزتيه ورسمي كمان؟ يا ده انت واعره قوي. كان لازم قبل ما تخطي الخطوه دي تعرفي هو مين. ده واد جعفر العرباوي، وانت حيالله واحده يعني. أنا عارفة أنت بتبصلي إزاي وفاكرني إيه، بس لازم تعرف إن ابنك هو اللي صمم على جوازنا وفي أسرع وقت. أنا مش هعرف أفهمك إن أنا إنسانة عادية ظروفها اضطرتها إنها تشتغل في مكان زي ده، والشغلانة دي. ما تخشليش من السكه دي، العبي معايا على المكشوف احسن لك. أنا مستعدة أعمل أي حاجة أنت تطلبها، بس عايزة أرجع لأمي. أنت متعرفش الظروف اللي أنا فيها والعيلة اللي أنا مسؤولة عنها. دخول الحمام مش زي خروجه زي ما بتقول. ما تفكريش انك هتطلعي من هنا من غير ما تاخدي الدرس اللي لازم تفهميه، تطلعي حافظاه زي اسمك، ها؟ لأن الحساب عندينا من نوع تاني خالص. فاهمة يا مدام؟ أيوه.
تفضل يا كبير. قاعد يا عسيلي. صباح الخير. لسه صاحي يا ابو الرجالي؟ ده الظهر يدن. صح ايه يا بدير؟ ده انا عيني ما غمضتش من ليله امبارح. وابويا فين؟ لسه في مطرحه؟ ابوك سافر. سافر على فين؟ واه انت ما تعرفش، راح لفاطمه اختك. يا فاطمه هي كمان مسافره؟ بقالك يومين واللي لا ما تعرفش. اختك فاطمه في مصر، راحت المستشفى. فاطمه؟ ايه اللي حصل يا بدير؟ احكي لي الله يرضى عليك. اطمن، فاطمه زينه والحمد لله، والدكاتره طمنوا عمي وهو راح لها ويمكن ترجع معاه. طول عمرها حظها قليل. خلينا فيك انت مش عاجبني يا شفيق خالص. افتح لي قلبك وقول لي ايه اللي فيك. انا زين، ما فيهاش حاجه يا بدير. ما تعملش فرق بيني انا ود عمك ونسيبك وحافظك من ساسك لراسك. كيانك متشقلب وحالتك مخربطه. احكي لي يا اخي يمكن ادلك على الطريق السليم، واحلف لك ان اي حديث هيدور بيني مش هيوصل للكبير واصل. انا هحكي لك كل اللي حصل من يوم ما مات مرعي لحد دلوقتي، وانا متاكد ان اللي بدور عليه مش هلاقيه غير عندك انت. على فين سعادتك؟ داخل اتغدى. انا اسف، المطعم محجوز. محجوز لمين؟ في وفد سياحي جاي لكم ولا ايه؟ ليه يا فندم؟ VIP حاجز المطعم لحد ما يخلص غدا. انت المرة دي مش مدي الموضوع الاهتمام اللازم يا جعفر. هو انت فاهم انك هتنجح كده ببساطة زي الدورتين اللي فاتوا؟ طمن جنابك، بعدين كفاية مساعدتك ليا. الحكاية مش هتبقى بالبساطة دي يا جعفر. الناس المرة دي مش هتديك أصواتها بشوية المراوح والتلاجات اللي بتوزعها عليهم كل مرة. ما تنساش انت نازل قدامك منتصر بركات. منتصر وغيره يا باشا بينزل انتخابات والنتيجة في النهاية بتبقى محسومة لصالحي. منتصر بينزل للشهرة وتحقيق مكاسب شخصية. الظاهر ان اشغالك الخاصة مش مخليك متابع اللي بيحصل حواليك كويس يا جعفر. منتصر بركات قدر يوصل لقيادات مهمة جدا في الحزب، من اللي شايفين ان التغيير ضروري وان احنا راحت علينا. ده حديث ماسخ ما يحصلش ابدا. وبعدين المرتين اللي فاتوا هوش انه هينزل الانتخابات، رحت قعدت معاه ورضيته، خليته يتنازل عن الترشيح في اخر وقت. اهو المرة دي بقى ترضيته مش هتبقى سهلة. ده الكلام. وجنابك رحت فين؟ ده انت كنت بتحرك الانتخابات كلها في مصر وانت قاعد في مكتبك وبإشارة من صباعك. الزمن بيتغير يا جعفر. الصراعات جوه الحزب بقت شديدة جدا ومعقدة للغاية. معقول جنابك تقول كده؟ اسمعني كويس يا جعفر. انت عارف طبعا امرك يهمني قد ايه. منتصر بركات ده لازم تحيده. انت عارف انه شاره وطماع وملوش تقل على العمل السياسي. اتحرك يا جعفر، اتحرك واعمل معاه ديل مناسب يرضيه ويطلعه بره اللعبة بإرادته يا جعفر. وإلا هتلاقيه بعد كام شهر قاعد على كرسيك في المجلس. منتصر بركات غريبة قوي. والله انا كنت سامع طرطيش كلام عن حكايتك دي. قول لي، تعرف ايه يا بدير؟ انا هقول لك الاخبار اللي عندي، بس في الاول عايزك تحلف بانك مش هتجيب سيره لاي مخلوق اني قلت لك اي كلام. عليا اليمين ما هفتح خشمي بكلمه واحده. ابوك هو اللي ورا حكايه مرتك دي. هو اللي اختفى؟ عمل كده كيف؟ وعرف مكاننا واللي بينا منين؟ انا ما عرفش اي تفاصيل. هو كان داس عني العمليه كلها. وبعدين ده جعفر العرباوي، مين يقدر يلعب عليه ابو عمه؟ طب هي فين يا بدير؟
قول. احب على قدك تقول لي وانا هتصرف لحالي. احلف لك بايه اني ما اعرفش مكاني؟ ده سر ما يعرفوش غيره. بعدين انت ما تعرفش حالته كانت كيف لما تاكد انك بتبيع اهلك وناسك علشان خاطر مرة. ده ما كانش هيحصل يا بدير. انا مش فاهم يعمل كده في ولده كيف. هو شايف انك انت اللي غلطت فيه، وعايز نصيحة من واحد بيحبك. ارجع زي الاول يا شفيق، خليك ولده وطوع امره. كان نفسي شكي ما يكونش في محله، لكن من الاول وانا عارف ان هو اللي عملها. ليه كده يا ابوي؟ ليه؟ خليك مطرحه. انت ولده الوحيد اللي عاش عمره كله علشانه. ما تعديهوش وسايسه، وهو في الاخر اكيد هيقول لك هو ناوي يعمل معاها ايه يا شفيق. دي ملهاش ذنب يا بدير. انا اللي عملت كل ده من راسي. هي طوعتني بس عشان حبتني.